ازيكم يا شباب؟ كل حكاية وليها بداية، كل شخصية شايفها مثل أعلى ليك كان قبلها مقدمات. كلامنا عن أجدادنا هيفتح لنا ألف حكاية ورواية، ناس من آلاف السنين فكرة علشان يحققوها ويوصلوا لحلمهم بدأتها من الصفر في اختراق قانون الطبيعة. كيف استطاع المصري القديم يقدر يوصل بس لأمنيته وحلمه في اعتقاده وفي حالة من السعي والاجتهاد المستمر حول الحلم إلى علم. بيبحث في علمه بيتعلم منه علماء العالم كله على مدار أجيال وأجيال. حكايتنا المرة دي مش مجرد كتاب أو محاضرة، توصل المصري القديم لكتب ومجلدات وحكايات. وعلشان كده هنكون معاكم في مكان بيضم 22 نموذج حي عكستهم مراية عيون العالم كله في موكب مهيب، ألا وهو، ولا أقول لكم هسيبكم تفكروا لغاية ما نتقابل هنا في متحف الحضارة في كيف جاء علم التحنيط. ازاي بقى الكلام ده؟ تعالوا نشوف مع بعض.